قرآن مختلف ودين جديد، شعائر تحرم الصوم في رمضان وتقضي ب10 صلوات في اليوم. لم تكن هذه شعائر قبيلة فحسب، بل ديانة دولة داخل الدولة. وصفها بعض المؤرخين بالإمبراطورية الكاملة. إنها إمارة برغواطة، زهرة أقاليم المغرب الأقصى. بعد قدوم الفاتحين المسلمين إلى شمال إفريقيا، التحقت العديد من القبائل الأمازيغية بالجيوش العربية. أهداف المسلمين امتدت إلى نقل الإسلام لأوروبا والأندلس، فاستعانوا بالأمازيغ لخبرتهم في المنطقة. عام 710 ميلادياً قاد القائد الأمازيغي أول سرية استطلاعية لفتح الأندلس. في غضون فترة وجيزة ساهمت تلك القبائل في توسيع نفوذ الخلافة. إسهامات لم تشفع لأمازيغ المغرب الأقصى، إذ عانوا من سوء معاملة بني أمية لهم. سوء معاملة الأمويين للأمازيغ وانشغال الخلفاء عن أحوال المغرب مهدا لحركة أمازيغية للانفصال عن الحكم الأموي. شرارة ثورة الكرامة انطلقت في مدينة طنجة سنة 739 ميلاديا بقيادة ميسر المضغري. التحق طريف بن مالك بحركة الخوارج الصفرية بحثا عن العدالة والمساواة، إلا أن الحركة عجزت عن القضاء على الأمويين. رغم فشل الثورة ومقتل زعيمها، إلا أنها نجحت في سلخ المغرب الأقصى عن السيادة المشرقية. سنة 743 ميلاديا عاد طريف ونجله صالح إلى منطقة تامسنا فأسسا دولة برغواطة. استطاع صالح توطيد ملكه واتخذ شالا عاصمة له، وأسس مذهبا جديدا وادعى النبوة، بل ووضع قرآنا يضم 80 سورة باللغة الأمازيغية. قبل وفاته أوصى صالح بن طريف ابنه إلياس بإظهار عقيدته، لكن لم يكتب لها الظهور إلا بعد وفاة إلياس بنحو نصف قرن. عمد الحفيد يونس إلى خلق هوية برغواطية منفصلة ومختلفة عن الهويات المجاورة. زعم الإمام يونس أن ياكوش هو الإله الواحد، وأنه بعث نبيا للأمازيغ ليعلمهم الدين الحق. على نفس النهج استمر خلفه أبو عفيل، ما مكنه من دحر أعدائه وبسط نفوذه خارج تامسنا لتثير الإمارة المطامع الأجنبية. هجمات متكررة تعرضت لها الإمارة البرغواطية منذ نشأتها. تصدى البرغواطيون إلى محاولات الأمويين والفاطميين واليفرانيين. رغم حالة الإنهاك العسكري والمالي، واجهت الإمارة باستماتة حركة المرابطين الصاعدة بقوة في المنطقة، وانتصرت عليها في عدة مواقع. قتل في إحداها مؤسس الحركة عبد الله بن ياسين. بعد وصول يوسف بن تاشفين للحكم، تغيرت موازين القوى لصالح المرابطين، فسحقوا المقاومة البرغواطية واستولوا على أنفا آخر معاقلها سنة 1066 ميلادية. لأكثر من 3 قرون قاومت برغواطة كل من أراد إخضاعها حتى سنة 1149. كتبت حركة الموحدين الفصل الأخير من حلم بناء كيان مستقل عن الشرق، أضحى.